هاشتاج يتصدر تويتر توقف الدراسة في مصر بعد زيادة إصابات كورونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان حاجز ال1000 إصابة بفيروس كورونا، تصدر هاشتاج توقف الدراسة في مصر قائمة الترند على مواقع تويتر، حيث احتل الهاشتاج المرتبة الثالثة ب128 ألف تغريدة، وما زال الهاشتاج في تصاعد نتيجة لتغريدات المواطنين للإصرار على توقف الدراسة خوفا على الطلاب من الإصابة بكورونا. وفي هذا السياق قالت هند شاهين ولي أمر ومسؤول جروب منارة مصر التعليمية: نستغيث بوزير التربية والتعليم بوقف الدراسة حفاظا على أولادنا من خطر يدق باب كل أسرة لديها أولاد في مراحل التعليم المختلفة، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، وهذه الحالات في تزايد مستمر. وهذا التزايد جاء في وقت موسم الامتحانات واستعداد المدارس وجميع الإدارات التعليمية للامتحانات، وهذا ما جعل أولياء الأمور في ضغط وقلق كبير خوفا من الإصابة والعدوى. وتابعت: ما يضمن لي سلامة أولادي أثناء نزولهم الامتحانات، وخصوصا أننا كلنا معرضين للإصابة، لذلك نلتمس من وزير التربية والتعليم النظر بعين الاعتبار في أرواح أولادنا. وقف الدراسة في هذه الأيام مهم جدا، صحة ولادنا وأرواحهم أهم من التعليم. بينما قالت منى أبو غالي مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم: أنا ضد فكرة توقف الدراسة أو تأجيل السنة. الكلام ده كان من أول العام الدراسي، لكن الطلبة تعبت وذاكرت وفي منهم نزلوا المدارس وتعرضوا لمشاكل كثيرة، غير تكلفة الأهالي في الدروس والمتابعة وتكلفة الإنترنت لمتابعة الأونلاين والشرح. لكن الحل الطبيعي إننا نفكر بالعقل شوية. في وجود وباء عالمي بالنسبة لسنوات النقل، المجموع فيها مش بيأثر على الطالب، كده كده هيتنقل للصف الثاني، وذلك تجنبا للتجمعات وزيادة انتشار العدوى في جميع صفوف النقل، إما أن تنقل للصف التالي أو وجود طريقة بديلة كالأبحاث أو الاختبار الأونلاين. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.